تخيل ان 3 كلمات بسيطه خلت شركه احذيه رياضيه تكون ايقونه عالميه. الكلمه هي جاست دو ات. بس ايه القصه ورا الجمله اللي غيرت صناعه التسويق؟ في اواخر الثمانينات كانت نايكي في ازمه والمبيعات بتاعتها بتتراجع، واديداس وريبوك كانوا واخدين نصيب الاسد في السوق. الشركه كانت محتاجه هويه توحد كل منتجاتها من الاحذيه والملابس الرياضيه وغيره. هنا دخلت وكاله ويندن. الوكاله قالت ان احنا محتاجين جمله قصيره بس قويه انها تلهم اي شخص انه يلبس نايكي ويحس انه بيعمل حاجه. الغريب ان الالهام جالهم من مكان غير متوقع تماما. قصه مجرم مشهور في الثمانينات اخر كلماته قبل الاعدام قال ليتس دو ات. مبدعين في الوكاله حولوها لجاست دو ات، بدل ما كانت جمله للنهايه بقت جمله للبدايه. اول اعلان نزل سنه 1988 يظهر راجل عنده 80 سنه يجري 17 ميل يوميا. Run 17 miles every morning. الجمله البسيطه جاست دو ات كانت رساله، مفيش حاجه تمنعك، ابدا وخلاص. من بعدها ونايكي ما بقتش مجرد احذيه، نايكي بقت حركه، بقت شعار اي حد عايز يتحدى اي حاجه، من رياضي محترف لطفل لسه بيحاول يجري. القصه بتعلمنا ان قوه البراند مش في المنتج لكن في الفلسفه اللي بيحاول يوصلها. النهارده بعد اكتر من 30 سنه لما بتسمع كلمه جاست دو ات انت عارفها وانا عارفها وعارفين ان هي بتحرك حاجه جواك. سلام.